بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. نشرت منظمة الصحة العالمية إحصائية، آخر إحصائية نشرتها عن مرض السكر كان بتاريخ نوفمبر 2024، وذكر في الإحصائية دي إن زاد عدد الأشخاص المصابين بداء السكر من 200 مليون شخص عام 1990 إلى 830 مليون شخص في عام 2022. وبيزداد انتشار داء السكري في البلدان المنخفضة والبلدان المتوسطة الدخل بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة انتشاره في البلدان المرتفعة الدخل. ذكر كمان التقرير أن لم يتناول أكثر من نصف المصابين بداء السكري أدوية علاج الداء في عام 2022، وبلغت معدلات التغطية بعلاج داء السكري أدنى مستوياتها في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل للأسف الشديد. حديثنا النهاردة بإذن الله تعالى من برنامج قوارير عن مرض السكري، الأسباب والأعراض وطرق العلاج وكمان الوقاية، مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة فاطمة محمد المختصة في مرض السكري والأخصائية النفسية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ببرنامج قوارير، اسم جميل جدا، وفعلا نحن قوارير حتى في رعاية أبنائنا وأزواجنا وأولادنا والتحصل على المعلومة الصحيحة لكي نكون أمهات أقوياء. شكرا جزيلا لحضرتك. نساعد أزواجنا. الله يسلمك. فالاسم جميل، برنامج جميل. شكرا أستاذة ندى. أنت أديتي مقدمة جميلة جدا بالنسبة للداء السكري. صراحة السكر، داء السكر ماشي باستمرار شديد. لو لاحظتي النسبة يمكن 3 أضعاف بتتضاعف كل فترة وماشي في ازدياد، وهذه إحصائيات أثبتت إصابة الشخص بالمرض، فما بالك الناس الذين لم يتم تشخيصهم. طب خلينا قبل ما نتكلم عن الإحصائيات وعن الأرقام يا أستاذة فاطمة، خلينا نعرف كل المشاهدين وكل القوارير اللي بيسمعونا النهاردة ما هو مرض السكري. مرض السكري لما نجي نتكلم عن التشخيص كمرض، هو عندنا عدة أنواع منه، وأهم أنواع هو السكر رقم 2 اللي هو اسمه تايب 2 دايبيتيس، وعندنا سكر رقم 1 وده عادة بيصيب الأطفال اسمه سكر رقم 1. وهذا التعريف يعني زمان كان بيقولوا جوفنايل دايبيتيس والسكر عادي، فتم تغييره رقم 1 هو اللي بيصيب الأطفال وبيصيب صغار السن، والسكر رقم 2 اللي هي نسبة انتشاره بتكون أعلى في كل المجتمعات خصوصا المجتمعات العربية. وعندنا سكر الحمل وده بيقع تحت طائلة إصابات السكر رقم 2، لكن المرأة تصاب بهذا الداء السكري أو السكري في خلال فترة الحمل، ودي بتكون فيما بعد عندها إنها ممكن تصير مصابة إذا ما اهتمت، عندها قابلية بالإصابة بالسكر رقم 2. وعندنا أنواع كثيرة من أمراض السكري، يمكن 56 نوع، لكن بيختلف، وديل أهم 3 أنواع اللي هي دائما بيكون الصحة والنظام الصحي بيركز عليهم، لأنها فيها وقاية، فيها علاج، فيها طبيعة إنه المرض ومدى الحياة معاك أنت بيكون يعني. فلما نجي نتكلم الإصابة بالسكر رقم 1 زي ما قلت لك سابقا هو بيصيب الأطفال، وما معروف بعض الأحيان السبب، حاجة اسمها أوتو أميون ديزيز، ما معروف. البنكرياس بتتعطل تماما عن إفراز الأنسولين وبيتم تشخيص الطفل. طيب هو بداية أستاذة فاطمة، هو السكر أصلا اللي بيحصل في الجسم بيؤدي إن يتعطل البنكرياس خالص ويكون مصابين والعياذ بالله بمرض السكر، عافانا الله وإياكم وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. ولكن خلينا نتكلم عن المرض نفسه، بيحصل إيه في الجسم علشان حضرتك كطبيبة يعني كمختصة في مجال السكر تقولي لا هو اللي ظاهر قدامي ده بيقول إن ده مريض سكر. طيب
نحن طبعا زي ما قلت لك تشخيص مرض السكر بالذات الفئات مهمة. تشخيص مرض السكر بالنسبة للأطفال بيكون تشخيصه سهل، وده بيحصل البنكرياس يتعطل تماما عن إفراز مادة الأنسولين، وما معروف بعض الأحيان إصابة المريض السكر رقم 1 خصوصا فئة الأطفال ما معروف، يعني الطفل بيحتاج إنه ياخذ أنسولين وإلا الموت المحقق، يعني بيحصل عنده حموضة في الدم، بتنوم مستشفى، بيبتدي ياخذ أنسولين. يعني العلاج لو ما أخذ أنسولين ما بيعيش، وده بيكون البنكرياس البيتا سيلز اللي بتفرز الأنسولين تعطلت تماما وما بتفرز، وما نعرف متى حدث هذا التعطل للبنكرياس، لأنه هو أعراضه سريعة، تشخيصه سهل جدا، علاجه الأنسولين وتوعية الأسرة، وده منحى تاني. أما المنحى الأهم واللي هو سكر هو البنكرياس بيكون بيحصل له تعطل جزئي أو في أنسولين بس ما شغال بصورة كافية، وهو شخص طبيعي جدا. ربما لو إنه مثلا في عوامل بتؤدي لهذه الإصابة اللي هي العامل الوراثي والعامل البيئي، وديل الاثنين إذا الشخص ما انتبه جاي من أسرة الوالدين عندهم سكر ممكن وهو سمين ما بيمارس رياضة ما بياكل أكل صحي احتمال يصاب بالسكري، وده بيكون البنكرياس شغال بس بيحصل تعطل نتيجة للسمنة، نتيجة لأنه أساساً عنده قابلية العامل الوراثي الجين جاهز إنه يجيله مرض السكر ونمط الحياة. فدائماً نحن بنركز في موضوع إن السكر رقم 2 يمكن الوقاية منه، وهو فقط خلل في البنكرياس ليس تعطل تام كما يحدث في الأطفال، ويحتاج بعض الأحيان مريض السكر رقم 2 سهل جداً إنه يعود للطبيعي كل ما تم اكتشافه مبكر. بس للشديد كثير من الناس بيكون عندهم سكر أول حاجة الاعتراف به بيكون صعب إلين يصل مرحلة متأخرة، وده دائما بيكون يعني مثلا، وفي ناس جدا سهل يعني نحن مثلا بعض الأحيان لما نطلع لمول بنطلع لمجتمعات خارجية بنعمل زي التوعية المجتمعية بنكتشف كثير من فئات يعني جاكي 100 مريض تلقي 2 3 هم ما عارفين مصابين بالسكر وبيجوا ويكون السكر عندهم عالي بعض الأحيان، لأنه أعراض السكر ما بيديكي أعراض في بداية المرض، هي فقط حاجة بسيطة احنا جدا. هنتكلم عن الأعراض مع حضرتك، وهل في أعراض واضحة وصريحة، وهل في ناس ما بيكونش عندها أعراض وبتتفاجئ ولا لأ، ولكن خلينا نتكلم مع حضرتك عن أبرز الأسباب العامة لمرض السكر. في بعض الناس بتظن ان كتر ما انت كل ما بتاكل سكريات ونشويات والحاجات دي هي دي السبب الاساسي والرئيسي للاصابه بمرض السكر. خلينا نشوف مع حضرتك هل الكلام ده مظبوط ولا لا، ومن بعدها نشوف ابرز الاسباب او اشهر الاسباب اللي بتؤدي للاصابه بمرض السكر. طبعا سبحان الله البنكرياس اللي خلقها ربنا هذه عندها القدرة إنها تفرز كمية كافية من الأنسولين تغطي نسبة الجلوكوز الأكل اللي أنت دخلته سواء كان حلويات نشويات سكريات، فعندها القدرة إنها ترجع السكر للمنحنى الطبيعي. لكن زي ما قلت لك أستاذتي ندى العامل الوراثي وجود السمنة قلة الحركة هذه كلها محفزات إنه البنكرياس مع مرور الزمن بتتعب. فعشان كده حتى في سكر رقم 2 في الأطفال بيجي اللي هم بيكونوا سمان شداد بقوة يعني سمينين جدا اللي هو تشابي بوي، وهذول دائما بيكون عندهم مثلا في الرقبة في سواد شديد متفحم الرقبة، ده دليل على إنه السمنة منعت شغل الأنسولين. الطفل هذا طبيعي لكن إذا استمر على الوضع ده من غير انقاص الوزن وتحسين جودة الحياة عنده قد في بداية شبابه ممكن يصاب بالسكري. فالسكر عالم كتير دائما بناخد على حدة كل شخص نفصل له بما يناسبه، لكن التوعية إنه أهم حاجة زي ما قلتي السكريات والنشويات ما نكثر منها. دائما كل ما نحن وقفنا السكر فهو الأفضل يعني، لكن المجتمع دائما يعني مجتمع راغب في هذا الشيء، والمجتمع الشرائي برضو موجودة هذه الأشياء. نحن كأسرة كيف نقدر نتحكم؟ المشروبات الغازيات كثيرة، كميات السكر تكون كثيرة مثلا، هذه كلها محفزات واسمها يعني هذه عوامل مساعدة
ممكن تؤدي إلى الإصابة بالسكر إذا كان أحد الوالدين مصاب، إضافة إلى يعني نمط الحياة إذا هي كلها يعني مثلا معتمدة على السكريات والأكل الفاست فود والنشويات، أكيد يعني السمنة حتكون حاضرة في هذه القائمة. بالظبط بالظبط. طيب ننتقل مع حضرتك بقى لنقطة مهمة جدا جدا، وهي الأعراض، لأن أول ما بنكتشف الاكتشاف المبكر أكيد يعني نقدر نسيطر عليه من الأول، وما يكونش له أعراض جانبية سيئة وإنها تعمل معايا مضاعفات. خلينا نتكلم عن أبرز الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص، ومن وقتها يقول لا لازم اروح للدكتور علشان يعني لا في شك ان انا ممكن يكون عندي سكر. يفضل ان احنا نتكلم في الحالة هذه عن سكر رقم 2 اللي هو اللي بيصيب الكبار وبيصيب الأطفال في مرحلة إذا هم وزنهم زايد. هدول عندهم القدرة إنه الأعراض حتكون كالتالي، يعني هي الأعراض تتفاوت وبعض الأحيان هذه الأعراض الواحد ما بيلقي لها بال، وممكن يعني أول واحدة منهم يعني مثلا الأعراض بتظهر بصورة واضحة في حالة الارتفاع الشديد للسكر، ما بتظهر في بدايات السكري. نحن عندنا مرحلة اسمها ما قبل السكري، اللي كنت بقول لك إنه مثلا الواحد عنده عامل وراثي، عنده مثلا أحد أسرته ونمط حياته وزنه زايد، هذه المرحلة هي المرحلة الآمنة اللي ممكن الشخص يعود منها. لكن لو وصلنا مرحلة الأعراض كاملة ظهرت على الشخص، هنا بيكون المريض يفقد الوزن، عطش شديد، والله يكرمك يروح الحمام بكثرة. أيوة وينقص الوزن، ينقص الوزن نقوص شديد، لأن الجسم بيكون متعطش. المواد الغذائية اللي قاعد يأكلها الأكل العادي الجسم ما قاعد يستفيد منه، فبعض الأحيان المريض بيفرح بيكون مرة سمين، وفجأة الشخص خلال 6 شهور ولا خلال سنة بدأ وزنه ينقص بدون ما يجتهد في إنقاص الوزن. والأعراض اللي قلنا دائما بحس بتعب، إرهاق، إذا جاء جرح ما بيطيب كويس، ودائما عنده غباش في العيون. لكن هذه الأعراض دي كلها ما نقدر نفصلها نقول للشخص والله أنت فيك الأعراض ده معناها فيك سكري. ممكن عرض واحد يكفي، يمكن ما في عرض تماما، اللي هي المرحلة ما قبل السكري. هذه هي أكثر مرحلة المريض بتجاهلها وبيدخل في مرحلة الإصابة الحقيقية. لما يصل في مرحلة الإصابة الحقيقية هذه بتاخذ سنوات ممكن، فنحن ما نقدر نحدد بالضبط مريض السكر رقم 2 متى تاريخ الإنصاف فيه بالسكر أو متى جاله سكر. ربما في يوم من الأيام كان عنده سكر غير منتظم. عشان كده منظمة الصحة العالمية والأمريكان دايابيتيك أسوسيشن بدوا ينقصوا في الأرقام بتاعة السكري للتشخيص، اللي هو يعني في أرقام معينة وفي تحاليل مخبرية معينة تثبت إنك أنت مصاب بالسكري. فبدوا ينقصوا بحيث إنه الناس ما قبل السكري ده يدخلوا في قائمة السكري ويكون عندهم فرصة النجاة والوقاية من السكر، عدم قبل دخولهم للمضاعفات بفترة أكبر أو فترة أبكر زي ما بنقول. وده طبعا اللي بيساعد الواحد. لكن الأعراض متفاوتة زي ما قلت لك، وممكن تكون شديدة جدا وتظهر على الشخص بين حالة بإنقاص وزن تماما، عدم الرؤية، اضطراب في الرؤية، جفاف تام، يشرب وعلى طول الله يكرمك يروح الحمام. بالظبط، دي ابرز الاعراض فعلا، لان بالذات الامهات بتقلق جدا جدا على اولادها لو لاحظت انه بيدخل الحمام كتير. اول ما تلاقيه بيعمل كده عزكم الله فتبدا تقلق جدا وتقول انا خايفه ان يكون عنده السكر. هل العرض ده بالذات ممكن يكون مشترك مع بعض الاعراض الاخرى، زي مثلا يكون عنده املاح في البول، عنده اي حاجه تانية، فبالتالي انتوا بتطلبوا تحاليل معينه، بتطلبوا فحص سريري معين علشان تتاكدوا ان ده سكر؟ عادة لما نجي نتكلم، أنا من البداية كنت حريصة إنه أتكلم عن الأطفال بمنحى والسكر رقم 2 منحى. تشخيص الأطفال دائما الأمهات ما يخافوا، يعني مرض الطفل خلال أسبوع ممكن يظهر عليه الأعراض بسرعة ويتم اكتشافه، لأنه مرحلة خطرة. يعني الطفل يعني أنت حتجي ابنك لازم توديه مستشفى، لأنه بترتفع عنده الحموضة في الدم
تجي يعني بتدخل مرحلة حرجة جدا في العناية المركزة أو في المستشفى. يعني طالما الطفل سليم وزنه كويس بياكل كويس ما عنده علاقة. في التشخيص للأطفال، تشخيص الأطفال مختلف تماما. دائما تركيزنا مرة تانية برجع في تشخيص الكبار اللي هم سكر رقم 2. النظرية دائما طبيب الباطنة أو استشاري أو طبيب الأسرة، الطب الأسرة دائما بيعملوها، وفي لها كراتيريا معينة أو عندها نظم معينة بيسووا مثلا الصايم في مستوى معين، بعد الأكل بساعتين، وعندنا التراكمي اللي هو التحليل عن الدهور. وهذه التحاليل اللي هي دائما بتضعها منظمات الصحة العالمية ومنظمة American Diabetic Association، المنظمة الأمريكية للسكري. دول اللي بيتبعوا طبعا دائما بنتبع التوصيات حقتهم في التشخيص. وزي ما قلت لك إنه التشخيص بدأ كل ما شخصنا بدري أفضل، كل ما الشخص حس بهذا الشيء برضو أفضل. ولازم يكون من ضمن الروتين للشخص العادي، خصوصا إذا الوالدين موجودين فيهم سكر، العامل الوراثي موجود. ودي طرق التشخيص طبعا زي ما قلت لك الطبيب بيسويها، وفي لها أرقام معينة على ضوءها الطبيب بيحدد. يعني مثلا إذا كان الصائم أقل من 100 ده شخص طبيعي. الصيام العادي اللي هو 8 ساعات يعني بيعملوا حاجة اسمها فاستنج بلاس شوجر، طيب اللي هو السكر الصايم. عندك البوست برانديال مرة، يعني بعض المنظمات الأمريكية أو WHO قللوها خلوها أكثر 150 إلى 140 بعد الأكل بساعتين. ده وين المجموعة دي إذا كان أقل من 140 إلى 140 150 ده يعتبر في الفيز زون. معاها بنعمل تحليل تاني اللي هو التحليل التراكمي. التحليل التراكمي يكون من 5.6 طبيعي، من 5.7 إلى 6.2 مع وجود الصايم 110 120 معناها هو ما قبل السكري. وده بس تغيير نمط حياة يعني الشخص طبيعي لكن مع المتابعة مستمرة. فالتشخيص طب الأسرة، طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة، أو بعض الأحيان إذا المريض جاء تعبان بيعملوها له في الطوارئ أو في أي منظومة صحية. تمام جدا. طيب دلوقتي مريض السكر خلاص تأكد انه مصاب بالسكر، كان شاكك الاول ولكن خلاص لما راح للدكتور والتحاليل والفحص السريري كل ده اثبت انه مريض بداء السكري. المفروض ان هي اولى الخطوات ايه؟ الدكتور بيعمل معاه ايه؟ بيديله مثلا نمط غذائي معين؟ مدى تقبله اصلا يا استاذة فاطمة؟ لان الجانب النفسي مهم جدا في الموضوع ده، لانه بيبقى عارف انه خلاص انا هتعايش بيه على طول مدى الحياة، فده بيشكل صدمة عند البعض. فخلينا نشير للامر ده. ازاي الدكتور اصلا بيبلغ المريض وبيبدأ معاه رحلة العلاج ازاي ويفهمها له ازاي؟ طيب ده طبعا بيعتمد على الطبيب نفسه وتوصيل الخبر. اول حاجة انا ابغى اقول ان السكر مرض يمكن التعايش معه، وممكن ما هو زي الامراض الثانية، سهل جدا بالنمط الحياة بتاعك وتغييره والتزامك بالحمية وممارسة الرياضة واتباع النظام تقدر عليه. ولما نجي نقارن هو فعلا يمكن ما زي الشخص اللي هو فري انه عايزه ياكل اللي عايزه. احتمال بتكون في اسئلة كثيرة في ذهن الشخص حتى لتقبل المرض، وده بيختلف من لآخر وكيفية. وده طبعا بيكون دائما الفريق الطبي، ما ليس الطبيب فقط اللي بيؤدي الدور ده. الطبيب بيكون عنده فريق طبي بيسانده في انه يكون عنده outcome او مخروج جيد مع المريض، بحيث انه المريض يدخل العياده بعد التشخيص بيحوله الى التثقيف الصحي، الى اخصائيه التغذيه، الى الاخصائي النفسي اذا احتاج للدعم النفسي لتقليل والمتابعه اللصيقه، بحيث انه يكون عنده دعم. الدعم أول حاجة مش فقط للمريض نفسه، للأسرة برضو، لأنه الزوجة بالذات لو كان زوج أو زوجة وهما، فمهم جدا إنهم يتعايشوا مع الوضع ده بتغيير النمط. إذا كان نمط أكلهم غير طبيعي، أول حاجة
المتغير الرئيسي قبل الدواء لازم يكون نمط حياة الإنسان، والتقبل طبعا بيجي تدريجيا وبيختلف من شخص لآخر. وكل ما رفعنا الوعي كل ما إنه سهلنا الأشخاص المصابين إنه السكر يمكنك التعايش معه زيك زي الشخص العادي. عادة نحن لمرضى السكري ما بنقول لهم مرضى السكري إلا بعد ما تجي مضاعفات كثيرة، لكن بنقول الناس المصابين أو الشخص اللي عنده السكري. فدائما الشخص اللي عنده سكري بيقولوا، ما بيقولوا مريض، لأنه ليس مرض. هو ما مرض، هو حالة ارتفاع طفيف في السكر يحتاج تاخذ يا نظام دوائي يا نظام غذائي. وده نفس الشيء بالنسبة للأطفال، دائما ما نطلق عليهم لفظ مريض، لأنه هذا اللفظ مزعج وبيضايق الشخص، في يعني يحسسه إنه يحمل في كاهله مرض، وهو ليس مريض، هو فقط يغير نمط حياته. تمام. طيب أستاذة فاطمة، احنا ما زال معانا تساؤلات كتير خاصة بمرض السكر، والسؤال اللي دايما بيطرح من كتير من الناس: هل يمكن الشفاء من المرض من داء السكري ولا لا؟ نمط الحياة، تغيير النمط الغذائي، كل التفاصيل دي إن شاء الله نستكملها مع حضرتك خلال حلقة قادمة، لأن انتهت حلقة قوارير اليوم. بشكر حضرتك جدا جزيل الشكر الأستاذة فاطمة محمد المختصة في مرض السكر والأخصائية النفسية على وجودك معانا. شرفتينا وأفدتينا كتير جدا، وبإذن الله على وعد مع كل مشاهدينا باستكمال التساؤلات الخاصة بمرض السكر أو بداء السكري، عن كيفية العلاج وكيفية الشفاء، وهل ممكن يكون في شفاء تام ولا لا. إن شاء الله كل التفاصيل دي هنعرفها في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.